يا مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حامل معاكم ترند حلا صحي، زبادي يوناني بنكهة السينابون. فبعكس الترندات اللي فاتت كلها، هذا بالذات أنا مرة متحمسة له. فنقول بسم الله. حطيت بيكان، جوز البيكان في قدر، وحطيت عليه عسل. العسل حطيت كمية بالنظر، كل واحد والكمية اللي يبغاها. وبعدين حطيت عليه نص ملعقة كبيرة قرفة. هاحطهم على نار متوسطة، وأفضل أقلبهم ألين تقريبا 5 دقايق، مو أكتر من 5 دقايق، حيتلاقوا البيكان تحمص. وبس شوفوا كيف منظره غمق كده وطلعت ريحته. خلاص كده ححطه على جنب. دحين حأجيب صحن، ححط جواته حليب سائل علشان تغميس البسكوت، وحجيب صحون التقديم أو كاسات التقديم، يعني المهم إنه هذا الحجم. غمست بسكوت، أي بسكوت دايتي انتو معتمدينه، أهم شي يكون سادة. غمسته بالحليب وبعدين حطيته كطبقة أولى. وبعدين حأجيب زبادي يوناني يكون سادة، أي زبادي يوناني انتو معتمدينه عندكم في البيت. أو إذا ما عندكم ترى زبادي يوناني، الزبادي العادي يكون سادة. بس ما أدري، ما تخيل طعم الزبادي العادي. المهم حطيت تقريبا 3 ملاعق صغيرة ووزعتها. وبعدين حأرجع أكرر الطبقات، بسكوتة مغمسة، وبعدين أرجع مرة تانية زبادي يوناني. شايفين الحلا مرة سهل، انتم ما انتم ملاحظين؟ حسيت انه يعني في لحظتها كده خلصته. وبعدين حوزع على الوش البيكان اللي حمصته. شوفوا انا بقول لكم الريحة مرة حلوة، الشكل يبشر بخير. بس انا ما كنت من جد ماني متخيلة الطعم، رغم انه الريحة باينة سينابون سينابون. بس من جد طلع الطعم لذيذ رهيب. وخاصة انه حلا صحي وسريع مرة، من جد حاعتمده. ومعاكم آدمية بتحاول تمشي على الدايت، فهذا إن شاء الله من الحلويات اللي حثبتها عندي في وقت الدايت حقي. بس انتوا ادعولي استمر في الدايت. وبس هذا هو الفيديو حق اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو. وبس.